السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد لا طارت كلاسي سريعه جدا لذيذه جدا واقتصاديه في نفس الوقت. غادي تقدروا تحضروها حتى لاخر لحظه وان شاء الله غادي تعجبكم وتعجب العائله ديالكم. يلا ندوزو مباشره للمكونات وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير انا غادي نبدا نخدم معكم وفي نفس الوقت نقولهم باش ما نطولوش الفيديو ان شاء الله. ها نتوما كناخذ واحد الاناء او لابور، غادي نوضع فيه اولا واحد القبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق. كنتمنى ان الرؤيه تكون واضحه. هي كيف ما قلنا واحد البيضه هي الاولى. بسم الله. غنضيف عليها 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، واللي كيبقى طبعا على حسب الذوق. بغيتو تضيفوا معلقه اخرى باش تزيدوا تحليو ضيفوها. بالنسبه لي انا 3 ديال المعالق عفوا كافيه. غنضيف ساشي ديال الفاني وغادي نخدم هاد 3 ديال العناصر جيدا. من بعد ما خدمت البيض والسكر والفاني كيف ما شفتوا، غادي نضيف دابا 4 ديال المعالق عفوا ديال الحليب اللي هو عادي، 4 ديال المعالق ديال زيت المائده اولا زيت روميه، ساشي ديال الكاكاو اللي ممكن نعوضوه بواحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو مر، واحد الخماره من فئه 7 غرام. غادي نحتاج منها معلقه صغيره. هانتوما تشوفوا معايا غادي ناخذ منها معلقه صغيره ماشي كامله. هانتوما و4 ديال المعالق ديال دقيق الفورس. غادي نبقى نضيف فيها بشويه بشويه مع الاستمرار في التحريك حتى غادي نحصل على واحد الخليط، داك الخليط المعتاد اللي كنقول لكم دائما ديال الكيك. الكيك ديالي كيف ما كتشوفوها هو وجدت المقلاة او المقله اللي تكون ما كتلصقش عندكم، دهنتها بشويه ديال الزبده كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نوضع فيها الخليط. غادي ندير الخليط ديالي في المقلاة كيف ما كتشوفوا. غادي نديرها فوق البوطه على نار اللي هي مهيله حتى كطيب ليا مزيان من الاسفل ومن الاعلى، يعني من التحت ومن الفوق، ونرجع معكم. كملاحظه ما تنسوش انكم تغطيو هاد المقيله هادي يا اما بشي بالمقطه ديالها اولا شي طبيصل وديروا فوق منه واحد سيرفييت اولا سربيته باش ما يطلعش ليها اولا يتنقط عليها داك البخار اللي من الفوق ويدير لنا الماء. المهم الاساس عندنا هو ان هاد المقيله هادي كتغطى من الفوق حتى كتطلع، كتبان لكم بانها طلعت، وكتزولوا الغطاء وكتقلبوها باش تحمر من الوجه. بالنسبه لديك الطبقه اللي كنلقاو فيها التقرميشه من الداخل واللي كيسميها البعض من الناس ديك الطبقه ديال سنيكرز، فاحنا غادي نحتاجو باش نصوبوها 3 ديال المعلقات كبار ديال اللوز هكايا محمر ومهرمش هكا غير شويه كيف ما كتشوفوا هكا. غادي نحتاجو ليها نص كاس ديال الماء. غادي نحتاج كذلك واحد الكاس ديال الحليب اللي هو بارد. غادي نحتاج كاس ديال السكر سنيده، معلقه ديال النشا تكون كبيره، وكذلك معلقه ديال الزبده حتى هي كبيره. انا استعملت زبده حيوانيه، نتوما اللي موجود واللي متوفر ممكن تخدموا به. كتاخذوا اول حاجه اي اناء، مقله، كاسرول، شي حاجه اللي عندكم مطوعه. نتوما كتشوفوا بالنسبه لي انا هذه صافي طوعت لي الخدمه ما كتلصق لياش نهائيا. كناخذ هذا الكاسرول كنوضع فيها داك الكاس ديال السكر سنيده هو الاول، كنديرو حتى كيذوب ليا على نار اللي هي مهيله، وغادي نكمل معكم الطريقه فوق البوطه لانه واخا نشرح ما غاديش يبان لكم يعني الطريقه كيفاش دايره مزيان، حيت الا داب ليا السكر غادي نضيف موراها المكونات الاخرى بالتتابع. فتبعوا الفيديو حتى الاخير. الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا ها هو دار دوك الفقاعات اللي قلت لكم قبل. صافي دابا غادي نقلبوا غير واحد شويه، يعني غير شي ثواني، غير يتحمر شي شويه هذا الوجه صافي ونحيدو. كيكون ديك الساعات راه واجد. من بعد ما كيذوب لي داك السكر كيف ما كتشوفوا هكا كيولي بحال الشكل ديال الكراميل، كنضيف عليه ديك المعلقه اللي قلنا كبيره ديال الزبده. انا استعملت زبده اللي هي حيوانيه، وغادي نحرك مزيان كيف ما غتشوفوا. دائما بالنسبه للكراميل
الاستمرار في التحريك هو اهم شيء باش ينجح لينا، يعني كيطلع مزيان. من بعد منها خديت داك الكاس ديال الحليب، زدت عليه ديك المعلقه كبيره ديال المايزينا اولا النشا، صافي غادي نضيفهم على الخليط. حركتهم مزيان طبعا وغادي نضيفهم على الخليط. وما تخافوش الا شفتوه هكذا يتكتل اولا، دائما غير الاستمرار في التحريك كيف ما قلت، وما تخافوا من حتى شي حاجه، راه غادي يرجع عادي جدا. هانتوما دابا غادي نضيف دوك 3 ديال المعالق ديال اللوز، هانتوما اللي هو مهرمش ومحمر كيف ما قلنا، كيعطي واحد المذاق خيالي، يعني كنحصلوا فعلا على واحد الطبقه ديال سنيكرز رائعه في المذاق. صافي ملي كنشوفها بحال هكا بلي راها انسجمت ديك العناصر مع بعضياتها، غادي نجيب داك نص كاس ديال الماء بحال هكا، وغادي نبدا حتى هو نوضع فيه، ولكن الاستمرار دائما في التحريك، ما نخليش الخليط ديالي بلا ما نحركو. غادي نحرك مزيان دابا بحال هكذا حتى غادي يعقد ليا الخليط مزيان. باش نعزز المذاق انا غادي نضيف واحد 4 ديال القطع ديال الشوكولا، نتوما الا ما كانش متوفر عندكم تستغناو عليه ماشي مشكل. انا غادي نضيفهم باش كيعطيوني ديك اللمسه ديال الشوكولا اللي مخلط بالكراميل. صافي وغادي نطفي على الخليط ديالي. الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا صافي ها هو واجد، شديته حطيته في هذا السركل هذا اللي كنبريسيو به اولا كنقادو به. اللي ما عندوش غيدير هذاك ديال الكيك العادي يدير فيه. وغادي ناخذ واحد الكاس ديال القهوه اللي هي كنقولوا كنعصروا قهوه كحله. ممكن انكم تستخدموا اي حاجه كسيرو باش تشربوا الكيك ديالكم فقط، يعني ماشي بالضبط اولا بالشرط انها تكون القهوه. غادي نشرب الكيك ديالي مزيان. من بعد ما شربته كنجيب دابا ديك الطبقه ديال سنيكرز ديالي وغادي نوضعها فوق الكيك هكذا مزيان. غادي نبسطها اولا غادي نسرحها على الجوانب كاملين. غادي نغطيها وندخلها للمجمد حتى تبرد ليا مزيان وتشد في راسها. عاد ندير الكريمه. دابا وصلنا للطبقه الثالثه. شنو غادي نحتاج فيها؟ غادي نحتاج فيها واحد 20 قطعه 20 قطعه من الشوكولات الاسود، يعني شوكولات عادي اولا شوكولات اللي هو متوفر. والكريمه انا غادي نستعمل هذه ولا لا غادي ناخذ منها غير نصف الكميه، حيت هذه ديال ايترو غادي ناخذ نص سيترو. ومن هذا نص سيترو غادي ناخذ واحد الكاس هانتوما، وغادي نديرو فوق من هذا الشوكولات وغادي نديرو في بان ماري، يعني غادي نخليه حتى يذوب الشوكولات مع الكريمه. بالنسبه للباقي ديال الكريمه غادي نطلعها يعني بشكل عادي بالباتور، وعاد فاش يذوب ليا الشوكولات غادي نضيفو عليها. من بعد ما طلعت الكريمه ديالي كيف ما كتشوفوا، ها هي الكريمه الاخرى مع داك الشوكولا ذوبتهم. ما غاديش ديروهم طبعا وهما سخانين، خليتو حتى دفا واحد شويه. صافي غادي نضيفو دابا الكريمه وغادي ناخذ غير الفوي باش غادي نحرك باش يطلع ليا نتوما. صافي وغادي نخلط مزيان هكذا حتى غادي يندمج ليا الشوكولات مع الكريمه مزيان. غادي ناخذ دابا الكيك ديالي وغادي نضيف عليه هاد الكريمه وندخل كلشي للثلاجه باش يتماسك مزيان ونخرجوا ونرجع معكم. غندوزو دابا لاخر مرحله وهي الكلاصاج، اللي غادي نحتاجو ليه نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الحليب، ونص كاس ديال الزيت. باينين المقادير اللي هي واضحه. معلقه كبيره ديال الكاكاو اللي يكون مر، و9 ديال القطع ديال الشوكولات طبعا شوكولات اللي هو عادي ماشي زعما شي نوعيه اللي تكون معينه. صافي دابا غادي ناخذ واحد الكاسرول غادي نوضع فيها هاد العناصر بربعه من غير الشكل. غنخليه هو الاخر حتى غادي نشوف بان الغليه طلعت لي على هاد العناصر. عاد غادي نضيف هاد 9 ديال القطع ديال الشوكولا ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا حتى الكيك ها هو خرجته من الفريغو راه شاد راسو متماسك. دابا غادي نحاول انني نديمونطيه. الا ما بغاش ديمونطا لكم دغيا فتحاولوا انكم تستعنوا بشي فوطه سخونه اولا السشوار. غنديمونطيه دابا. هانتوما شوفوا قبل ما نديروا ليه داك الكلاصاج دوك الطبقات اللي صوبنا الاولين ديال داك سنيكرز مع هذيك الطبقه الاولانيه ديال الكيك وهذه ديال لا كريم. صافي دابا غادي
ندير هاد الكلاصاج بحال هكا من بعد ما درت الشوكولات اللي قلت لكم حتى كيذوب، وكنحاول انني نوزعو باش يغطي ليا الجوانب كاملين هكذا وكيجي طايح على الجنيبات. غزال هاد الكلاصاج. نتوما فقط تبعوا المقادير مضبوطه اللي عطيتكم والمراحل وغادي تحصلوا على نفس النتيجه ان شاء الله. صافي غادي نقاد لي الجناب ونرجع معكم. وصلنا دابا لمرحله التزيين اللي كتبقى على حسب الابداع ديال كل واحد فيكم وعلى حسب المتوفر. انا غادي ناخذ هادو اللي كنقولوا لهم هكا ديال الذهب، دوك الخويطات اولا ما عرفتش كل شنو كيسميه، المهم ديال الذهب. وغادي نزين به بسم الله. هذا اقتراح وانتم كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروا بحالي ديروا، بغيتو ديروا افكار اللي هي جديده ديروها. صافي كنزين هكا زين اللي هو بسيط. وهنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الكركاع، غير شويه ماشي بزاف، بحال هكذا طريفات اللي هما صغار نوضعهم هنا. وغادي نجيب واحد البونبون، ها هو هذا الشوكولا اللي هو مدور، غادي نقسمه من النص على النص وغنوضع واحد النصيص هنا في الوسط، نصيص الاخر هنا. صافي هنا واحد شويه الشوكولات ديجا موجده، هانتوما خطيطات دوبتو درتو فوق هذا البلاستيك. غادي ناخذ منه اجزاء، هذا الجزء الاول وغادي نزيد هاد الطريف هذا. يعني كما قلت لكم كيبقى التزيين اختياري على حسب المتوفر والذوق ديال كل واحد فيكم. صافي الكيك ديالي ها هو وجد كيف ما كتشوفوا، كيجي سامبل وزوين وسهل جدا كيف ما لاحظتوا معايا اولا كيف ما شاهدتوا معايا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم وانكم